مرحبا بالمستمعات والمستمعين الكرام. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط صباح الاثنين الماضي بإدانة السيد حميد المهداوي مدير نشر الموقع الإخباري بديل ب1.5 سنة حبسا نافذا وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 1.5 مليون درهم. نستضيف في هذا الحوار الخاص رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة الأستاذ حسن فرحان. مرحبا بك الأستاذ حسن فرحان. مرحبا أستاذ كريم. شكرا على قبول الدعوة أولا. وبداية الأمر وبخصوص تواصل النيابة العامة في القضايا التي تثير الرأي العام، هل هو توجه جديد في التعاطي مع قضايا العدالة الجنائية؟ أولا يجب أن أشير بأنه تواصل النيابة العامة مع الرأي العام ليس بالجديد على مستوى الساحة الإعلامية، بل أنه يدخل ضمن استراتيجية تواصلية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة للتواصل مع المحيطين الخارجي منذ تأسيسها، من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام والرأي العام في كل مناسبة ترى أنه ضرورة توضيح بعض الأمور توصيل الحقيقة للمواطن في إطار حقه في الحصول على المعلومة، وتفاديا لبعض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها والتي تمس حق المواطن في معرفة الحقيقة. كما أن تواصل النيابة العامة مع المواطنين يندرج في إطار تطبيق مقتضيات قانونية أصبحت منصوص عليها في إطار التنظيم القضائي، والذي احتت مؤسسة الناطق باسم النيابة العامة لدى المحاكم من أجل التواصل مع الإعلام وتنوير الرأي العام. طيب أستاذ حسن، هل يمكنك أن تذكرنا بوضوح بتفاصيل النازلة التي نحن بصددها ومتى بدأت هذه القضية؟ أولا أستاذي الكريم، وأننا لا يمكننا من موقعنا في هذه المرحلة من مراحل القضية الحديث عن هذا الملف القضائي الذي ما زال مطروح أمام أنظار القضاء، وربما سيعرف درجات أخرى من درجات التقاضي لأنه قابل للطعن، وبالتالي فإن هذا الملف هو بيد القضاء الذي يظل المؤسسة القانونية الوحيدة للحديث عن مجرياته. ولكن ما يجب التذكير به هو أن الشخص الذي تفضلتم بالحديث عنه هو ما زال كما قلت في نظر القانون بريء، يحظى بقرينة البراءة والمكفول له دستوريا وقانونيا. وثانيا أنه الحديث والتعليق على الأحكام القضائية هو فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة. لكن تفاعلا مع ما أسلفتم القول بشأنه، هو أن النيابة العامة بخصوص هذا الملف هي يدخل في إطار نقاش مجتمعي يدور بنفية وأخرى حول مدى صحة متابعة بعض المنتسبين للجسم الصحفي بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، وهو نقاش مجتمعي سبقتنا إليه مجتمعات أخرى كفرنسا على سبيل المثال، ويدور حول مدى الحدود الفاصلة ما بين ما يعتبر عملا صحفيا محمي بمقتضيات إجرائية منصوص عليها في قانون الصحافة، وما بين يعتبر من باب ممارسة حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشكل يعني فعلا كما جميع الأفعال الصادرة عن الأشخاص والتي يتحمل فيها مسؤولية الشخص الصادر عنه في إطار القانون وما يكفله القانون للأشخاص من أفعال مباحة أو مجرمة. وبالتالي فقول بأنه الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحفي هي محدودة ومؤطرة في إطار قانون الصحافة والنشر كما حددت المادة الثانية، التي حددت بوضوح وبشكل صريح أن مزاولة الصحفي لعمله يتم بوسيلتين اثنين، هما عن طريق إما مطبوع دوري مكتوب أو مصور، وما بواسطة الصحف الإلكترونية التي يتم نشرها أو بثها وفق الشروط التي حددها القانون، من بينها ضرورة وجود تصريح قبيل لدى النيابة العامة وضرورة تعيين مدير النشر واستجماع باقي الشروط التي حددها القانون فيها من أجل إصدار هذه الجرائد. وبالتالي ما يصدر
في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المعلوماتية من منشورات رقمية، سواء كانت مصورة أو كانت سمعية بصرية، فهو لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تفعيل أحكام قانون الصحافة، بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة على الأفراد لمبدأ الحرية كالأصل، ولكن هناك حدود حددها القانون وأفعال جرمها القانون يسري على مقتضيات قانونية مختلفة، مثل مجموعة القانون الجنائي أو القوانين الخاصة التي تؤطر تلك الأفعال متى انطوت على أفعال المجرمة كما قلت. إذا هنا يجب أن نفصل وأن نوضح للمستمع الكريم على أنه أي شخص هو مسؤول عن أفعاله طبقا للقانون، وبالتالي لا يمكننا أن نصبغ صفة قانونية أو نطالب بتطبيق قانون معين لا يتم في إطاره ممارسة العمل الذي يتابع فيه الشخص المعني بالأمر. طيب، في هذا الإطار أستاذ حسن، ما هي الشكوى، أو الشكوى مبنية على كم عدد من الاتهامات، وما هي بالضبط هذه الاتهامات؟ أستاذي الكريم، كما قلت لك أنه هذه الاتهامات تظل كلها قابلة لمعاودة مناقشتها على مستوى محكمة الموضوع في الدرجة الثانية، وبالتالي يعني لا يمكننا أن نحدد في الوقت الراهن ما هو الثابت في حق المعني بالأمر وما هو غير ثابت، لأن القضاء يظل ومحكمة الموضوع هي الوحيدة المؤهلة من أجل فصلها في هذه القضية. ولكن على العموم هو كلها أفعال مرتبطة بما يخص مس بسمعة الآخرين وشرفهم وتوجيه القذف والسب، وهذا ما للأسف الشديد ما أصبح نعانيه على مستوى فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي ربما بعض روادها لم يستوعبوا مفهوم الحقيقي لحرية التعبير الحرية التعبير التي تبقى حرية مكفولة طبقا للدستور والقوانين المملكة، ولكنها تمارس في إطار القيود التي رسمتها المواثيق الدولية، ومن بينها عدم المساس بحقوق الآخرين وحياتهم الخاصة وما يعتبر من حرياتهم. وبالتالي إذا كنا ننادي بحرية التعبير التي هي حرية مطلوبة ومضمونة طبقا للدستور وضرورية للمجتمع، لأنها حرية التعبير هي التي تخلق النقاش المجتمعي وتسمح بتطوير مؤسسات الدولة وتسمح بممارسة الرقابة على السلطات داخل الدولة، ولكن يجب أن تمارس في إطار ما يكفله القانون من عدم التعدي وتجاوز حقوق الآخرين باسم ممارسة حرية التعبير، وتتحول هذه الحرية إلى ابتزاز وتشهير ومساس بحقوق الآخرين. وبالتالي فالصحافة كمهنة نبيلة وتشكل الوعاء القانوني الملائم لممارسة حرية التعبير، لأنه يمكن تحتضن هذه الحرية وتساهم في طرح الأفكار والمناقشات المجتمعية في إطار الضوابط التي تؤطر هذه هذه المهنة، وبعيدا عن كل مساس بحقوق الآخرين المحمية بنفس القدر والأهمية التي تحظى بها حرية التعبير. هذا يقودنا إلى سؤال أخير. تفضل لا بد من أشير هنا أخيرا أستاذ الكريم، وأن هذا النقاش القانوني على مستوى الحدود الفاصلة ما بين ما يعتبر عملا صحفيا يحظى بالحماية الإجرائية وأحكام قانون الصحافة وما بين يعتبر بأنه فعلا من الأفعال التي قد تمس الحق العام ويسري على أحكام القانون الجنائي، هو ليس بجديد على مستوى الساحة القضائية. فهناك ملفات قضائية سابقة حسمت فيها محاكم الموضوع وكذلك محاكم النقض هذه الحدود الفاصلة، وأشارت بوضوح إلى أنه ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة كاليوتيوب وغيرها يدخل في إطار ممارسة حرية التعبير الشخصي الذي يخضع لأحكام القوانين العامة كقانون جنائي وقوانين الخاصة بعد الأفعال، ولا تسري الأحكام كالصحافة، لأن قانون الصحافة هو خاص بالمهنيين الصحفيين. هذا يقودنا إلى سؤال أخير أستاذ حسن. بعض وسائل الإعلام تتحدث عن حكم ثقيل نوعا ما لأنه يخص وزير العدل، ما ردكم على هذه الانتقادات؟
هذا من اختصاص السلطة القضائية، لأنها عنده السلطة التقديرية. المحكمة لها السلطة التقديرية في تقدير العقوبة بما يحمل القانون من في هذا الشأن، ولا يمكن أن كما قلت وأسلفت لك أن نعلق على حكم قضائي لا زال في إطار المعالجة القضائية وقابل للطعن وهو غير نهائي، وبالتالي لم يحز قوة الشيء المقضي به، وبالتالي لا يمكن مناقشة يعني مقدار العقوبة بقدر ما نسوي أن المعني بالأمر ليس في صدد القانون لا زال يتمتع بقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة والتي هي مكفولة له دستوريا وقانونيا، وأن الأحكام القضائية قابلة للمراجعة في إطارها القانوني الذي حدده المشرع، وبالتالي فيجب احترام سلطة القضاء في هذا الإطار. نشكرك الأستاذ حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، على كل هذه التوضيحات وهذه الإجابات. الشكر لكم أستاذي فاضل.